السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير بالمصري، وتصوير غريب شويتين ثلاثه بس عشان انا عايز اوريك ازاي تصور او تظبط الاكسبوجر ميتر وتظبط المثلث التعريض الضوئي من الكاميرا. وما لقيتش حل غير كده ان انا اصور لك الكاميرا وهي بتصور الموبايل وهو بيصور الكاميرا. فخلينا كده نصلي على النبي ونشوف هنظبطه ازاي. بص يا سيدي، طبعا الكاميرا متظبطه عشان انا كنت بصور بيها من شويه، فهتلاقي كل حاجه مظبوطه. خلينا دلوقتي نبص على انا في السوني مفيش اكسبوجر ميتر بالشريط، يعني في رقم، فاهم؟ يعني في هنا زائد 3 اللي انا اتكلمت عنها قبل كده، فانت شايفها دي معنى كده ان الكادر بتاعي منور بزائد 3 من 10، يعني حاجه بسيطه مش حاجه قويه قوي. ده الاكسبوجر ميتر. ففي سوني بيظهر لك الاعدادات بالشكل ده الايزو، دي فتله العدسه بترمز لها برمز اف زي ما قلنا قبل كده. ده الشطر 1/50 نظرا لان انا بصور فيديو او كنت مسجل فيديو، فببقى مجبر على شطر معين لقواعد ما تشغلش بالك بيها. بس انا عايز اوريك حاجه معينه، بس ان انا لو رفعت ايزو زي ما قلت لك انا بقول للكاميرا حس بالاضاءه. لاحظ الكاميرا بتزود الاضاءه ازاي، وبالتالي الاكسبوجر ميتر هنا بيزيد ازاي، زائد 2. يعني انا صورتي زياده قوي نور، ده انا مش عايزه، فبنزل ايزو شويه مثلا على ايزو 200 زي ما كنت شغال، فكده زائد 3 من 10. ده مقبول مش وحش، مش صفر زي ما قلنا، بس ده مقبول مش وحش. لو انا جيت ضيقت فتحه العدسه شويه، بدل ما هي 4 اخليها 6 7 اي حاجه. بص عمل لي ايه، سالب 3 من 10. يعني الصوره بتاعتي غامقه، لو عملت كده كمان الصوره بتضلم سالب 1. فده في الكاميرات العاديه قد ايه مايل شمال، المؤشر رايح شمال. خلينا نرجع تاني لاف 4 زي ما احنا. طبعا نفس الكلام ينطبق على الشطر. لو انا عملت الشطر بتاعي كده عليته، كل ما اعلي الشطر كل ما هيقلل الاضاءه. بص سالب اهو، كان جايب لي سالب دلوقتي، سالب 7 من 10، سالب 3 من 10. تمام، كل ما اقلل الشطر كل ما الاضاءه تعلى في الصوره، والاكسبوجر ميتر يروح ناحيه اليمين اللي هو زائد. واخد بالك؟ ده 7 زائد 2، ده زياده جدا، انا مش عايز ده. وده تيست عملي او خفيف عشان اوريك ازاي تاثير الثلاث اضلاع على الاكسبوجر ميتر، او ازاي تظبط الاكسبوجر ميتر بتاعك. انا طبعا الحلقه دي عاملها بالموبايل وعاملها سريعا عشان بس انا عايز اوصل لك وجهه نظر معينه او طريقه تظبيط الاكسبوجر ميتر وازاي تستخدم فيه الثلاث اضلاع. وانت لما تعرف دول خلاص كده انت في التصوير خدت اول قواعد في جيبك، ودي هتريحك مدى حياتك في مجال التصوير. يا رب اكون فدتك. لو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات تحت الفيديو، واهم حاجه ما تنسانيش من دعائك بعد اذنك، والسلام.